هل تساءلت يوما لماذا يحاربون لغتك؟ لماذا ترتجف أنظمة كاملة من مجرد قصيدة بالكردية؟ لأنهم يدركون أن لغتك ليست حروفا تلفظ، بل جذور تضرب في عمق التاريخ، وهوية لا تمحى، وذاكرة شعب لا يموت. لغتنا الكردية ليست لهجة منسية على الهامش، بل راية ترفع، ونبض حياة، وإعلان وجود. هي صوتنا الذي يقول بملء الفم: نحن كرد، ولسنا تابعين. كلما خافوا منه حاولوا قتله، منعوا الكردية في المدارس، وحظروا كتبها، وسجنوا معلميها، وأسكتوا أحرارها. كل ذلك فقط كي لا تنطق هذه اللغة، لأنهم يعلمون يقينا: من يتكلم لغته لا يستعبد، ومن يتقن لغته يدرك ذاته، ومن وعى ذاته لا يركع. يريدونك أن تنسى اسمك، واسم جدك، واسم قريتك. يريدونك أن تربي أبناءك بلغة المحتل، أن تحلم بلسان غيرك، أن تضحك وتبكي بلغة النظام الذي اغتصب هويتك. لكننا نقولها اليوم جهارا نهارا: نحن الكرد لن ننسى، ولن نسمح لكم بمحو ذاكرتنا. لن نربي أبناءنا على الذل اللغوي ولا على الخضوع الثقافي. نعم، سنتعلم كل لغات العالم إن استطعنا: العربية، التركية، الفارسية، الإنجليزية، لكن لغتنا الكردية خط أحمر. نتقن لغات العالم لا لننسى أنفسنا، بل لنعرف من نحن، وندافع عنا بلغتنا الأم. لغتنا هي وجودنا، ومن ينكر لغته ينكر ذاته، ويسلم روحه للمحتل طواعية. ومع كل حرف تنطقه بلغة غيرك دون وعي تقتل جزءا من كيانك. فلا تقل: ما الضرر إن تركت لغتي؟ الضرر أن تمحى، أن تنسى، أن يكتب تاريخك بلغة عدوك، ويروى وجودك كحكاية بلا صاحب. فإما أن نحمل لغتنا أو نحمل نعش هويتنا، وإن كانت لغتنا تزعجهم فلتتحطم أنظمتهم لا أصواتنا. لغتنا باقية، وأنتم الزائلون.